اهلا الشباب، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ الامور هانيه؟ المهم نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مبروك العواشر والله يدخلوا عليكم الصحيحه والسلامه وجميع المتمنيات. المهم الخوت، الفيديو ديال اليوم فيديو على عم تبون الرئيس ديال الجزائر، اخر خروج اعلامي ديالو في القناه ديال الجزيره. اللي تار الانتباه ديالي في هذه القضيه هذه، في هذا الخروج الاعلامي ديال الرئيس ديال الجزائر، هو الاسئله اللي وجهت ليه المقدمه ديال البرنامج. ديك السيده تيقولوا لها بن قلنا على ما اعتقد. المهم اي سؤال سولاتو ليه الا وتيجبد فيه المغرب. سولاتو على روسيا جبد المغرب، سولاتو على اسبانيا جبد المغرب، سولاتو على فرنسا جبد المغرب، سولاتو على تونس، ليبيا، السعوديه. على اي سؤال سولاتو له وهي في الغالب ديال الاسئله عطاتهم ليه على حساب هاد الدول هادو. المهم اي سؤال الا وتيجبد فيه المغرب. ما فهمتش انا هاد القضيه هادي كيفاش. المهم الاخوان، قال واحد الهضره على المغرب اللي ما خاصهاش يتقال وجبد بزاف المغرب. فانا المهم غادي نعطيكم الفيديوهات اللي تسال فيها على الدول اللي ذكرت لكم عاد دابا كيفاش جاوب عليهم، وغادي نخلي لكم الهضره ديال اللي هضر فيها على المغرب مباشره من بعد ما سولاتو الاسئله على الدول وجاوبها هو ودخل المغرب فيها. ففي الاخير سؤال مباشر على المغرب وتيجاوب عليه. واكثر من هذا الشيء هذا كامل الاخوان بالرجوله والله. كملوا الفيديو حتى الاخر، لانه عمي تسبون قال واحد النكته كيوان ديال الضحك. والله انتم توصلوا ليها وهالذوق والمعنى. المهم النكته ديال عمي تبون راه في اخر الفيديو. قبل ما نوريكم اول مقطع ديال عمي تبون من الحوار ديالو مع الجزيره، راكم عارفين الاخوان كما القاعده، تنساوش لي لايك، شي تعليق زويوان، اللي ما مابونيش يتابونا ويفعل الجرس. راح نضربوا سمر على هاد الفيديوهات هذا بالرجل. يجيب لكم الله رسائل يا تيجيو تحطوا راه تيديو الوقت وتيديو الخدمه وتيديو بزاف د الحوايج. المهم دعمونا بلي لايك ولي كومونتير. ما نطولش عليكم، ندوزو اول فيديو اللي غادي ندوز لكم ديال عمي التبون. هو من سولاتو على اسبانيا، وسمعوا اسبانيا اشنو تيقول عليها عمي التبون، كيفاش يدخل المغرب في الاجوبه ديالو على جميع الاسئله اللي طرحت عليه. فهمتي انا واش عقده ولا شنو؟ المهم نخليكم ما نطولش عليكم، ديك الساعه نتفاهموا من بعد. اسبانيا صديقه، هو تربطنا باسبانيا معاهده تاع حسن الجوار وتعاون. وياكم نتوما كتقولوا الند بالند وزيد واسبانيا قالت بلا الصحراء مغربي. وانت هي دابا شنو كتقول بان اسبانيا دوله صديق، وكل الصداقه ديالك الشريف ديال بنادم كامون الله يستر. لكن قلت الحكومه اخترقت، كيف؟ الحكومه لان اولا الحكومه نسات ولا تناست انها القوه المسيره للصحراء الغربيه. هكا يقولوا الاعراف، هكا يقولوا. والله لا عجبتني هذه المقدمه هذه، لان عطاتو هذا السؤال هذا، لانه هو تلف وبدا تيبرر بانه الشعب اسبانيا معنا والعائل ديالو معنا وكل شيء ديالنا، فهمتي؟ ولكن الحكومه هي اللي دارت لنا هذا المشكل هذا. المهم تيعطي تبريرات وفاق من القلب الشريف، صلى على النبي. اسبانيا كان من المفروض تقعد في الحياد، هذاك هو الشأن. ولكن انحازت الى المغرب في موضوع الصحراء الغربيه. ماشي انحازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤوليه تاعها. انتم الخص والله ما لاقي مبررات عقلانيه ومنطقيه على هذا الشيء، الخطوه اللي دارت اسبانيا. ولكن بغيت نقول لعمي التبون، هذا راه عمك المغرب الشريف، وهذا الشيء على ايش قادر يدير، والمغرب راه غادي الفوق خصهم يشوفوا شويه لداخل. وكانت تصرفات سريه، لان كنت استقبلت انا الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونصف. تحدثنا في كثير من المواضيع لان علاقاتنا مكثفه مع اسبانيا. انت يا الشريف رئيس دوله ودوله عظمى، ودوله كما كتقول لها ما انا عرفت شنو ما انا عرفت، وتجي تقول لي راه هذا سريه، وعاد الرئيس وعاد الملك ديال اسبانيا كان عندك تما، وزعما انت ما فراسك والو. ما ديرش فيها بوهالي حتى الطرف. راه حشومه رئيس دوله يخرج ويعطي تصاريح بهذا البدائيه هذه كانه السيد مقاري ما والو. وفي النهايه اللي فتحوا ملك المغرب هو اللي قرا رساله. حتى الوزراء تاعو ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداو. الملك نتاعو ما على بالوش. البرلمان الاسباني واش دخلنا عليك بالله؟ واش كدير راسك؟ واش انت هبيل ولا كدير راسك هبيل ولا شنو؟ واش يجيب لك الله بانه اسبانيا والوزراء ديالها والاجهزه المخابرات ديالها وكل شيء ما غاديش يعرفوا؟ كتقول بان الملك البلاد هو اللي فضح لهم هذا الشيء.
بالك راه صافي راه خرج القرار، راه غادي يقولوا للشعب ديالو راه كلشي غادي يعرف. راه ما يمكنش انه مالك ديال دوله ما غاديش يكون في راسو الخبر ديال قرار مهم دولي كيهم الدوله بصفه عامه. صلي على النبي الشريف، قضي معنا الغرض. باقي العلاقات التجارية انخفضت كثير لأن العاملين الجزائريين شعروا بنفس الشيء اللي نشعر به اللي تشعر به الدولة الجزائرية. قريب التصرف الإسباني ما كانش في مستوى الثقة والصداقة اللي كانت. نعم. ضحكتيني هنا يا عم التبو. الشريف ديالي اسمعني الله يعطيك الرضا، الا كان داك الشعب عندك مكلخ وما فاهم والو فراهم خصهم يفهموا واحد الحاجه، ان التبريرات هذه اللي كتقدم نتايا راه ما كاين والو. راه التبادل التجاري نقص، راه حيتاش المغرب داك الشيء اللي خاصو منكم كامل دفعوا له، فهمتيني؟ صيد بحري، الفلاحه، الفوسفات، الغاز، البترول يدوزوا انبوب من افريقيا حتى عند اسبانيا، تولي اسبانيا هي اللي كتفرق لاوروبا. راه اسبانيا لقات الربح ديالها مع المغرب اكثر منك انت. واش فهمتي البلان؟ فهمتي البلان ولا ما فهمتيش؟ خاصك تتعلم الشريف، تعلم واحد القضيه. راه كيقول لك انا ولد عمي على البراني وانا وخويا على ولد عمي، فهمتي البلان ولا لا؟ المهم ما علينا نكملوا. اذا اسبانيا طمنا الشعب الاسباني الصديق ونعتبروه شعب صديق ولا غبار على صداقة بيننا وبين الشعب، أننا نواصل مسؤوليتنا في تموينه بالغاز وما ندخلش هالأمور في متاهات سياسية. تستمر الجزائر في تمويل إسبانيا بالغاز، وحتى كانت فيه زيادة. الشريف قال لك زادوه. الشعب الإسباني صديق، الشعب الإسباني المسيحي اللي كان مستعمر المغرب ومستعمر وقتل في المسلمين وخلاه ما دار صديق، ولكن المغاربة المسلمين أو أعداء. البلان كامل ما فهمتش انايا عامل ديال هذا، واش عامل ديال المسيحيين ولا الصهاينه ولا ما فهمتش انا هذا البلان هذا، والله ما فهمت اخاي. المهم نسمعوا نكملوا نشوفوا شنو تيقول. بعد الطلب تاعهم زدناهم ما يهمش. انا اعتقد ان الغاز ما يستفادش منه سانشيز، يستفاد منه الشعب الاسباني. واحنا دائما الجزائر منذ استقلالها الى يومنا لم تشتم شعب اي شعب. تبرد المحيا بالفقوس. حق الغاز ما يستافدش منه سانشيز، يستافد منه الشعب الاسباني الشقيق الاسباني اللي خونا واللي كيديروا معانا. وزيد اجمع الوقفه صاحبي، جمع الوقفه وترجل وتوب ورجع. راه هاد الفتنه هذه اللي دايره راه مصيبه كحله صاحبي. ما علاقه عاديه لان علاقتنا دائما فيها دبدبات فوق وتحت فوق وتحت معروف، لان نظرا للماضي الاليم اللي عشناه مع بعض. عشنا 132 سنه. هنايا الخوت سولاتو على فرنسا وشوفوا الجواب اللي قال لها 132 سنه وما يقتلوا فيكم ويذبحوا فيكم، يغتصبوا النساء ديالكم ويتكرفسوا عليكم، خلاو ما داروا جميع انواع اشكال الجرائم تعلموهم فيكم، تعلموهم في خوتنا الجزائريين المسلمين، وانتوما كتحملوا العداوه للمغاربه والشعب المغربي وفرنسا اللي دارت هذا الشيء كامل لا شيء عليها لا غبار عليها. اذا هنايا كتبرهن على انك في ذاك الكرسي انت مجرد عميل لدى فرنسا بصريح العباره. يعني الامور سيئه جدا. والذاكره احنا شعب يخاف من التاريخ ويسجل كل خطواته في التاريخ وما نتخلاش على تاريخنا، ما نتخلاش على. ايوا المرضي ملي تخافوا على التاريخ وهادشي كامل مسجل عندكم على اللي دارت فرنسا فيكم وهذا الروينه كامله، علاش اللي ما تجمعوش يا المسلمين مع بعضياتكم يا المغرب العربي وتوليو قوه ضاربه ديال بصح، ماشي ديال الطنز، ماشي دير يدك مع فرنسا ومع اسبانيا ومع الطاليان على حساب خوتك المسلمين تجي تقول لي انا هذا البلان هذا. طيب هنا تحديدا لو تغيرت الحكومه الاسبانيه هل يتغير موقف الجزائر؟ لأن لو تغيرت الحكومة الإسبانية سيتغير ما قاله سانشيز فيما يخص الحكم الذاتي. ما الحكم الذاتي لأنه كان إجحاف في حق الشعب الصحراوي. تعمر في راسك ولا شنو؟ اش حسابك هذيك راه كيلعبوا تبدل الحكومه صافي غادي يبدلوا القرار ديالهم، زعما راه الملك والشعب ما باغيينش صافي هذوك بصموا الصحراء مغربيه صافي راه الصحراء مغربيه سالينا بلا ما تبقى تبرد المحيا بالفقوس وتنعس الشعب تقول لهم حقا نتسناو تتبدل الحكومه ديال اسبانيا وغادي تولي اسبانيا معانا. انا ترقد الشريف لا غادي تنوض ترقد.
كان فيه استفتاء والأشقاء الصحراويين قرروا باش ينتموا انتماء نهائي إلى المملكة المغربية، احنا أول من يصفق. صحيح، لكن فخامة الرئيس الوضع تغير اليوم. ما تغيرش هناك الوضع. اعترافات دولية، هناك قنصليات تفتح فيه فولكلور دبلوماسي، ما فيه لا اعترافات ولا مش اعتراف، ما كانش اعتراف. الشريف ديالي والله يهديك الله يهديك الله يهديك. الا قال لك اسيدي اش داك اسيدي انت قاعد تدخل تصدع الراس، يلا حنا بيناتنا بين الصحراء ديالنا، اش داك انت تدخل لهاد الشيء هذا؟ واش داك السفارات اللي تفتحوا وداك الدول اللي جاو فتحوا السفارات ديالهم في العيون وفي الصحراء في المغرب كتقول لهم غير فولكلور؟ داك الشيء غير فولكلور؟ واش انت عايش في شي عالم اخر ولا شنو؟ العالم كله عرف الناس اللي جاو فتحوا تمايا السفارات. واش هذا هبيل ولا كيتهيبل علينا؟ بغيت نفهم انا. في 94 في 64 عطاونا الدولة الإسبانية تحت فرانكو، عطاونا الصحراء الغربية 64 1964 في أختي بن بلة رحمه الله. طيب ما الذي حدث؟ رفض. الجزائر خاطئها، الجزائر حدودها ما تمسش وما تتغيرش. واش عطاوهم الصحراء انعماس وقال لك هما ما بغاوش، ما عندهم ما يديروا بهاش، يديروا بالصحراء. لا هما الحدود ديالهم مبارك. تونس فيه مؤامرة على تونس حاليا تحاك من طرف من؟ كثير. أزمت الأمور كثير من يوم ما تونس استقبلت إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية. لكن تكدس الصلاح ما فهمتش انا. عاوتاني هاد المذيعه سولاتو على تونس ودخل المغرب، قال لك سيدي حقا تونس ملي استقبلت الزعيم البوليزاريو حقا دوله كدا بدات كدير لها المشاكل، زعما كيقصد المغرب دارت لها المشاكل هذه ادي ما شاء الله وصافي. الغباء يتجلى في عم تبون. قضية التديير مرتبطة ارتباط عضوي، محاولة زرع البلبلة وعدم الاستقرار في الجزائر لكل 5 سنوات 4 سنوات في محاولات يدخلوا لك ناس ويساندوهم. هنايا الاخوان المذيعه سولاتو على كيفاش زعما تضييق الحريات ديال الصحافه وداخل الجزائر وداك الشيء، وما يخلوش الناس يهضروا وما يخلوش الناس يديروا داك الشيء. باش جاوبها قال لك حقا هادو اللي هوك نشوف هادو اللي هوك هنايا تيدخلوا لهم الناس، تيديروا لهم البلبله، تيديروا لهم الفتنه. المهم اي سؤال فين ما كان، في الشرق في الغرب في الجنوب، يدخل فيه المغرب. عقده اسمها المغرب لدى عمي تبون وكابرانات. ولكن الشتم والدفاع عن مصالح الغير وتقاضي خارج وتقاضي اموال من الخارج. اما قضيه هنايا قالت لك كتضيقوها بالناس بزاف، قال لها ولا كيشدوا الفلوس من الهيه من هوك ويديروا لنا البلباله والروينه. استغفر الله. واش نتوما ما عندكم السياده في ذاك البلاد تحكموا الناس ديالكم؟ اي حاجه تدخلوا فيها المغاربه. جواب على السؤال تاعك. كل حال وصلنا تقريبا نقطه لا رجوع، واحنا الموقف تاعنا رانا في ردة فعل، لن نكون يوما ما البديئين. هنايا سولته السؤال مباشر على المغرب، قال لها بانه حنا وصلنا لنقطه اللا رجوع. دابا بالله عليك انت الا كنتي كتقلب على الحرب، هذاك الدمايات ديال هاد المسلمين ديال هاد الجنود لا من الجزائر ولا من المغرب راهم غادي يتبعوك الى حتى ديك الدار. الشريف ديالي راه ماشي سهل. المهم راك نهار تكون ماشي للقبر كدي معك كفن، ما دي معك لا شنقريحه ولا ماكرون ولا اجمع الوقفه وعرف راسك اش كدير. قضيه شروط وقضيه لا تقبلنا بصدر رحب، يعني يتدخل بعض الاشقاء اللي طلبوا باش نقبل الوساطه نتاعهم الى اخره، ولكن امور يعني هناك من بادر الى طرح الوساطه. الشريف صلي على النبي وما سمعناش شي رئيس دوله ولا شي رئيس حكومه ولا شي رئيس وزراء في العالم قال انه بغى يتوسط لك الشريف مع المغرب باش تصلح الجره. انت بوحدك في العالم اللي كتقول هاد القضيه سي با فري. الشريف نوليو نهضروا عاوتاني بالفرنسي، لا فرنسي مقاطعينها وبزاف هاد الشيء هذا. صراحه نعاود نكررها، احنا غلقنا الحدود حتى لا نصل الى ما لا يحمد عقباه. نعم، لكن اغلاق الحدود كان في 95. لا قطعنا العلاقات وغلقنا الجو وغلقنا كل شيء. او تغلق كل شيء الشريف، انت اللي خاسر
والكابرانات اللي مقدمينك يا كبشوا الفداء. المهم دراري انا غادي ندوز لكم النكته كما وعدتكم، النكته ديال عمي تبون اخر ما كاين، اخر ما كاين. المهم ما تشدوش كرشكم بزاف حيت القضيه فيها التفرقيع ديال الضحك. اسمع النكته ديال عمي تبون. ثانيا الحاح تاع فخامه الرئيس بوتين كذلك، باش نشوف بعضنا بعض ان شاء الله في شهر مايو ان شاء الله. وعمي بوتين في روسيا ومقابل الحرب ديالو ومقابل الروينه ديالو، والسي تبون داير لقاء مع الجزيره وكيقول وكيهضر هو حشمان وما قادرش تيخرجها من فمه. فخامة الرئيس بوتين عرض عليا وهو اللي لاصقني باش انا زعما نمشي عنده لتمايا وندير معاه حوار. انوض من القلب انوض. ودابا نشوفوا الاستقبال ديالك اللي غادي يستقبلك. ياك حنا المغرب ما عندناش علاقات كما كتقولوا نتوما مزيانه مع روسيا، وهادشي الاستقبال اللي دار الملك. نتحداك قبل ما توصل لهاد الزياره ديالك تما الا دار لك الاستقبال الملكي اللي دار الملك، انا صافي نعتزل الجنسيه المغربيه ديالي. فهمتيني؟ يلا دي هادي معاك والسلام عليكم.